ازيك يا حبيب اخوك؟ عامل ايه واخبارك والدنيا ماشيه معاك ازاي؟ كل سنه سنتين كده يطلع بتاع 12 كوميديان، 10 منهم اعوذ بالله تكره تشوفهم تاني، واتنين منهم بجد شطار وتحب تشوفهم في اعمال اكتر بكتير. وواحد من الناس الجامدين قوي اللي طلعوا اخر فتره هو بطل حلقتنا النهارده، حاتم صلاح. فتعال احكي لك مسيرته واقول لك ليه حاتم صلاح هو اذكى كوميديان في مصر. تعال نبدأ القصة من الأول خالص، حتى من قبل ما الحظ يلعب مع حاتم. حاتم سعى كتير جدا في طريقه. أولا هو ظهر في برنامج اسمه لحظة شك مع محمد هنيدي، غالبا يعني كان برنامج مسابقات أو اكتشاف مواهب حاجة زي كده يعني. وفي نفس الوقت حاتم كان بينزل مكاتب كاستنج كتير قوي عشان ياخد أي شغل أو أي دور يتعرف بيه. في الفترة اللي قبل ما ياخد فيها أدوار صغيرة حتى عمل حاجتين، أولهم إن هو اشتغل مساعد مخرج. هتقولي مساعد مخرج دي غريبة يعني، هقول لك هو اشتغل مساعد مخرج في مسلسلين، أولهم موجة حارة وتانيهم صاحب السعادة بتاع الزعيم عادل إمام. تاني حاجة بيعملها إن هو بيعمل فرقه مع اصحابه بتوع الكليه اسمها 1980 وانت طالع. كانوا فرقه تمثيل كده من مجموعه صحاب مع بعض، عملوا مسرحيه بنفس اسم الفرقه، وفي نفس الوقت برضو عملوا مسلسلين ونزلوا على اليوتيوب، واحد منهم هنتكلم عنه قدام، فخليك فاكر الفرقه دي. المهم يعني يا سيدي ان اول الخطوات الفعليه لحاتم بالنسبه لي كانت في امين وشركاه مع احمد امين. الحقيقه هي مش خطوه لحاتم لوحده، ده طلع معاه ناس كتير جدا زي طه دسوقي ورحمه احمد مثلا. غير كده هي كانت خطوه موفقه جدا وكانت فتحه خير على حاتم، عشان بعدها يظهر في مسلسلات وافلام كتير. ظهر تاني مع احمد امين بس المره دي في مسلسل دنيا سمير غانم بدل الحدوته 3، وبرضه ظهر كدور صغير في مسلسل الفتوه مع ياسر جلال، وظهر برضه كدور صغير في فيلم اعز الولد، وطلع مشاهد بسيطه كده في افلام زي الخطه العايمه مع علي ربيع ومحمد عبد الرحمن، ومسلسل في كل اسبوع يوم جمعه. بصراحه انا ما افتكرش الادوار دي ولا شايف ان حاتم قدر يسيب فيهم علامه مميزه ان هو بجد ممثل شاطر. بس في 2022 تبدا نقطه التحول في كارير حاتم. 2022 دي حاتم في رمضان لوحده عمل 3 مسلسلات، اولهم مسلسل لايف شو، ده المسلسل اللي عمله مع اصحابه وهو 14 حلقه وموجود على اليوتيوب على فكره. وبصراحه انا عايز اشوف المسلسل ده، انا سمعت عليه كلام حلو جدا فانا متحمس ان انا اشوفه يعني. وبرضه بيعمل دور كبير نسبيا في مسلسل فاتن امل حربي مع نيللي كريم. طب والله العظيم دور لذيذ جدا بجد، دور حلو قوي. يمكن اكتر حاجه انا فاكرها قوي مشهده مع محمد ثروت في اللقاء التلفزيوني، مشهد حلو قوي برضه. شغل قلش رخيص صح. مونولوج. اتكلم بأدب يا ولد. ولد. اتكلم بأدب يا ولد. ولد. ده انا بابن بيه. ما تنسى. وانا عارف دلوقتي انك مستني انا هتكلم عن ايه، ومستني الحلقه دي كلها دايره عن ايه اصلا، وهو دور نفادي في مسلسل الكبير قوي. حرفيا يا جدعان حاتم صلاح هو اول واحد اترمى في وش المدفع من جيل الكبير الجديد ده. يعني قبل ما مصطفى غريب ورحمه احمد وعبد الرحمن زازا يطلعوا في الكبير، هو طلع من اول حلقه حرفيا. فهو يا اما يجيب جون والناس كلها تسقف له، يا اما يخيش والناس كلها تشتمه. وبصراحه هو بالنسبه لي جاب جون وجاب هاتريك كمان. يعني كاركتر نفادي ده بالنسبه لي كاركتر جذاب جدا، ليه لازمات حلوه واترسم حلو قوي. وحاتم صلاح بجد كان مقدر ان دي فرصه مهمه فاستغلها باحسن شكل ممكن، ان هو طلع شخصيه حلوه وعمل شغل كويس واهتم بالشكل الخارجي للشخصيه وبطريقه كلامها. وغالبا يعني ده الوحيد اللي شخصيته نجحت على مدار ال3 مواسم بتوع الكبير اللي هو طلع فيهم. المهم يعني بعد اللي حصل في 2022 دي الراجل بتتفتح له ابواب الخير كلها، وبنوصل ل 2023 اللي بيعمل فيها 6 اعمال، 3 افلام و3 مسلسلات. تعال نبدا بالافلام سريعا كده، واولنا ان هو بيعمل دور صغير في فيلم بيت الروبي. مشهده مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز مشهد حلو جدا، من احلى مشاهد الفيلم اصلا. وبرده طلع مشهد صغير كضيف شرف في فيلم ابو نسب مع محمد امام وماجد الكدواني. والله العظيم مش ببالغ، بس ده واحد من اكتر المشاهد اللي بتضحك في الفيلم. وكمان حاتم صلاح كان مودي قوي مع محمد امام وماجد الكدواني في المشهد ده. والفيلم اللي كان مهم قوي بالنسبه له في 2023 هو فيلم شلبي مع كريم محمود عبد العزيز. انا بشوف ان الدور ده اول شراره ان الراجل ده عنده دراما وعنده اداء تراجيدي بجد حلو قوي. في الفيلم ده هتلاقي حاتم صلاح ممكن يضحكك وممكن يعيطك في مشهدين ورا بعض عادي جدا يعني، فاهم؟ وعامه فيلم شلبي فيلم لذيذ فشخ، ارشحه ليك لو انت ما شفتوش لحد دلوقتي. ولو جينا لمسلسلات رمضان 2023 هتلاقي ان هو عمل مسلسلين، اولهم الكبير 7. الكبير 7 بجد مسلسل سيء وبجد كملته بالعافيه، بس في نفس السنه حاتم عرف يلحق نفسه بمسلسل الصفاره مع احمد امين. مسلسل حلو قوي وحاتم كان مستفز بشكل مستفز، فاهم النقطه؟ ودي ميزه عموما مش عيب، لان كل عاول مسلسل عايزاك تكره شخصيه علاء بتاعت حاتم صلاح، فانه بطريقه ادائه بس يكرهك فيه ويخليك مش حابه ويخليك في صف احمد امين. فلا ده ممثل شاطر فعلا. وبعد رمضان 2023 دي حاتم اخد اول بطولاته المطلقه في مسلسل على باب العماره. المعنى الحرفي للمسلسل الاندر ريتد هو مسلسل على باب العماره، مسلسل بجد بيضحك جدا. كاركتر عوض ابو حامد ده يا جماعه ذكي قوي في طريقه تقديمه، وذكي قوي في طريقه القائه للافيهات، وطريقه اداء حاتم صلاح ليه كانت طريقه مميزه جدا بصراحه وعجبتني قوي. فده برضو من الاعمال اللي انت لو لسه ما شفتهاش روح شوفها دلوقتي حالا، هيغير مودك بجد يعني. 2024 كانت سنه بسيطه يعني، حاتم
حاتم بيبداها بمسلسل الكبير 8. حرفيا اسوأ موسم للكبير، انا ما استحملتش اكمله وقلت ايه طب حلقه مصطفى غريب، يبقى ارجع شوف حلقه مصطفى غريب بعد ما تخلص الحلقه دي، يعني برضه حلقه جامده. وفي نفس السنه عمل فيلم اسمه الهنا اللي انا فيه مع كريم محمود عبد العزيز. ناس كتير انتقدت الفيلم ده بس بالنسبه لي هو فيلم عادي يعني شغال، واحلى ما فيه كيمياء حاتم صلاح مع كريم عبد العزيز. احلى مشهد فيه يا جماعه المشهد اللي هم بيلعبوا فيه بدل، المشهد ده موتني من الضحك حرفيا. وشارك برضه في فيلم عصابه الماكس مع احمد فهمي، الفيلم اللي انا مش عارف هو فين، هو اختفى حرفيا من ساعه ما نزل. لحد النقطه اللي انا بكلمك فيها دي انت ممكن تشوف ان حاتم صلاح ممثل عادي، بس صدقني 2025 هي سنه النقله. اولا حاتم بيعمل دور صغير في فيلم احمد واحمد مع احمد السقا واحمد فهمي، بس مش ده المهم في 2025. اول نقطه مهمه في السنه هو مسلسل اخواتي. بجد والله ايه الدور العظيم ده، دور فرحات، دور مكتوب حلو قوي تحت ايد مخرج متمكن بشكل مش طبيعي في المسلسلات. مسلسل اخواتي كان جاي من اخراج محمد شاكر خضير اللي ما عملش مسلسل وحش من ساعه ما بدا، وانت قدامك كاست مش طبيعي كلهم نجوم ونجمات حرفيا. فدي عوامل كتير قوي تشجع حاتم ان انا لازم اطلع احسن ما عندي، انا لازم بجد ابقى علامه في المسلسل ده. وهو حرفيا طلع احسن ما عنده وعمل دور جامد قوي، دور تاريخي حرفيا. يمكن من الناحيه الكوميديه في رمضان كان الند بالند قدام مصطفى غريب، ودي حاجه صعبه قوي يا جماعه. ومن اكتر مشاهد المسلسل اللي بحبها، لا مش من اكتر، ده اكتر مشاهد المسلسل اللي انا بحبها مشاهده مع كند علوش، لان دي بالنسبه لي كمان كانت عوده قويه جدا لكند علوش وعمل دورها بشكل تحفه برضه. طب يا عم حاتم انت عملت مسلسل جامد قوي وعملت دور حلو قوي، هتسكت على كده؟ لا طبعا، ده لسه خلصان له مسلسل ابن النادي. في مسلسل ابن النادي حاتم صلاح بيشارك بدور اسامه الاعرج، اسامه اللي رجله وجعاه شويه. ابن النادي مثلا لو ياخد 4 من 10 فبسبب اسامه الاعرج وكابوزيا ياخد 8 7 مستريح. دور اسامه الاعرج ده يا جماعه دور ذكي جدا بجد والله، دور حلو قوي. انت ما تفهمش الشخصيه دي غبيه وهتفشل ولا ده بجد عبقري وممكن ينجح بالفريق ده، ما تفهمش طيب ده صاحب شخصيه قويه ولا ده راجل مهزأ، شخصيه غريبه ومركبه وحاتم عملها بشكل تحفه. من الاخر يعني حاتم ممثل ذكي جدا، قدر من اول خطوه كبيره تحصل له يمسك فيها ويطلع منها احسن ما عنده، وبرضه قدر ان هو يثبت اسمه وشكله في دماغ الناس عشان يعرفوا ان هو ممثل جامد قوي. بس انا خلصت اللي عندي، لو انت وصلت لحد هنا فانا بحبك لانك جدع، فما تنساش تكمل جدعنتك دي باللايك والشير والسبسكرايب وتكتب رايك تحت في الكومنتات. وبس كده، اشوفك في الفيديو الجاي.